شلونك يا حمد؟ طول عمرك. شو الاخبار؟ الله يحفظك. يعطيك العافيه. يعافيك. هذا زميلنا الاخ علي الشهري. ابرك الساعات. الله يبارك فيك. ممثل جديد. شرفنا. هو مو بجديد مره، يعني تحس انه له 4 5 بس نسميه يعني جديد يعني. نعم. له اعمال يعني والله هو شارك في كذا عمل. وحقيقه انا كنت ابي اكلمك في موضوع انه ما شاء الله الجريده شكلها تغير والمواضيع ان شاء الله انها الافضل. لا ان شاء الله باذن الله. لا ولها الان ما شاء الله قراء كويسين. حلو. يعطيكم هذا اللي العافيه. نتمناه. يعطيكم العافيه والله. بعد اذنكم اجيب الشاي واجي. اكيد. شلونك استاذ حمد؟ طيب زين. شو اخبارك؟ مساك بخير. مساك بخير ان شاء الله. شلونك؟ والله يا اخوي انا والله ودي افضفض لك ايش اللي بصدري. بصراحه ما ادري شو اقول لك. يعني يا ليت ما يعني تدق معي كذا وتص. يا اخي ودي دامك في الجريده ابيك تشهرني. يعني كم لي وانا امثل ما لقيت اي موضوع. شمشم في مسلسل سينمائي سعودي وفي الزئبق الاحمر وفي اشياء كثيره. طيب التغطيات ما يجون اعلاميين تقابلهم؟ لا ما يجون، يعني يجون ياخذون اللي يبون الناس المعروفه. انا ودي يعني ما ادري شلون افهمك، يعني صرت اسوي استقطاع شهريا مرات في 500 ريال. انا مستعد اني اتبرعها لك، بس ابيك تدعسني لين اوصلته. راح ما انسى، صدقني راح اوصلك معي بعد. شلون دعسك؟ يعني بعطي. وش الاعمال؟ وش ادوار عسكري، حرامي، شيخ، كل شيء. وانا مستعد دكتور حتى بعد. يعني كل شيء سويته، بس ابي منك انت تحط تبروزني بس. اسمك على الشيء. مهما كان يعني مهما قدمت ومهما دفعت ان شاء الله لو تنتج وانت منت فنان وموهوب ما راح تطلع. تاكد يا اخي انتم المشكله يعني ناس معروفه دايم سنويا هذه صورتهم في الجريده. غير يا اخي، خذ واحد جرب الحظ. جرب انت، جرب. انا مستعد ادفع وكل شيء. اهم شيء تكون. هذا من اللي قال لك اني انا اخذ مقابل يعني؟ يا اخي ندعم المواهب الشابه اللي نشوف فيها يا اخي موهبه وفيها بتقدم شيء ندعمها بدون يعني ما. يا اخي هذا شيء بيني وبينك، انت دعمني وشف. اذا ما طلعت زي ذولي لك اللي تبي. اهم شيء بس لا يدري ابو محمد خالد رفاعي، لا يدري بس قدر فعل اهم شيء. طيب كم عشان ما اقول ادفع لك. يلا حيه. شلونك؟ شو الاخبار؟ شو العلوم؟ الله يطول. يا ولد الشاهي. وش الاخبار؟ ما في جديد؟ والله شو المسرح؟ والله طيبين. يا علي روح شوف لي البطاريه حقت السياره اللي وديتها. اي نسيت دقيقه. يلا بسرعه يا اخي عشان نشغل السياره نشوف اشتغلت ولا لا. بسرعه. وش هو؟ اللي ما عرفنا عليه اول مره اشوفه. ممثل. ما ادري والله يا اخي مثل كذا عمل. وش فيه؟ ابو محمد حتى اذا استضفت ناس استضف ناس يعني بعيده عن القاحه. غلط عليك. ايش اللي ما قال؟ لا يا ايش اللي ما قال؟ وش قال لك؟ والله الفلوس بيحطها في جيبه. فلوس ايش؟ ليش يعطيك فلوس؟ عشان ابرزه في الصحافه واقدمه. لا يا ايش رجل. رايك؟ سوى كذا. يا اخي هو صحيح الشباب. حد قايل اني انا اخذ يعني فلوس؟ ولا حد قال ان الصحفيين ياخذون فلوس؟ ما ادري لكن انا والله ما ارضاها صراحه، ما ارضاها والله يا حمد. والله انا ما ارضاها. يعني انا اقول انه انتم كصحافه ما شاء الله عليكم ما تقصرون، يعني المواهب والشباب ساعدونهم. لو ما انا في بيتك وانت عزيز وغالي كان لي تصرف ثاني. الله يرضى. بس انا ما اتوقع الرجال يعني الولد هو مستعجل يبي يطلع، هو غيره مستعجلين يبون الشهرة بس مو عارفين كيف. شيء غريب صراحة. يا بعد اذنك بجيب شاهي واجي. براحتك. يا هو انا قلت لكم الشاهي. علي وش الكلام اللي انت قلته للرجال؟ يا اخي ما قلت له شيء. الا قايل له يكتب عنك. صدقني ما قلت له شيء جواري. مره ما قلت له شيء. سؤال بس. طيب
طيب ممكن عاد تسمع مني كلمة؟ أبشر. رجاء ممكن تطلع من بيتي؟ يلا توكل على الله. يلا مع السلامة. يلا يلا. لا سلامتك ما أعوذ بالله. يلا حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايش ذا اللي سمعت؟ وش هو؟ وش سمعت؟ كأنك طردت الرجال. لا لا يا شيخ، هذا واحد جاء قال ناسين المفتاح، قلت له لا ما هو بمفتاح. تراني اشك في وضعك ترى احيانا. ليه تشك في وضعي؟ ايش فيه؟ انت البرامج هذه برامج ايش؟ ها؟ برامج ايش؟ ما رجعت اقول لك الرجال مو معقول وشغلات ذي. وش هاي مو معقول؟ وش فيه؟ خير تفرج ها شوف شيء. ها والله ما ادري. على راحتك. بس انا حقيقه يوم قلت لي زعلتني انك قلت ببيتك. لا فعلا ابو محمد شيء زعل، شيء زعل في بيتك يعني. وانا اول مره اعرف الرجل يعني ما بيني بين علاقه يقول لي هالكلام. طيب اقول لك يا محمد، لك مده يا اخي ما كتبت عني، صح؟ صح ولا انا غلطان؟ ابو محمد صح ولا انا غلطان؟ نتكلم جد يا حمد. جد. السالفه 4 5 6 7 4 سم اقول مقابلة. اسمع حمد لحظة لأنك من زمان. لحظة بس لحظة طيب لحظة بس. أنا أبغى معي ببرنامج أوف سايد وشوف الكاميرا ذيك. يعطيك العافية. حلوة حلوة. تبي دراهم؟ معك الكاميرا. يعطيك العافية. وهذا علي ما طردناه. خلاص يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بالفنان حمود مهدي صالح الذي قدم عدد من الأفلام. أهلا أخوي حمود صالح. حمود صالح عندي حمود صالح مهدي. حمود صالح مهدي. هل الناس الذين لحنت لهم تحس أنهم الآن اشتهروا وانعرفوا ولهم في السوق ألبومات ويوزعون أشرطة وأغاني ويبيعون قصائد على من يريد هذا؟ بالنسبة للي لحنت لهم ما في أحد طلع على يعني كمشهور. اي اللي ما يسوون حفلات خاصة يعني يسوون حفلات. أنا سمعت حقيقة أنك لحنت لمحمد عبده 3 ألحان وأحسن ألحان ناصر الصالح وكذا اللي هي الظاهر أغنية الأماكن وكذا. ما أدري هل غناها محمد عبده واشتهرت وبدأت تجلب الدراهم أي الفلوس على نفسك واشتريت بيت؟ أتمنى ذلك لكن أنا ما عمري لحنت محمد. لحظة يا أخي قل لحنت لمحمد عبد. طيب نبغى أسهمك تقوى في السوق. لا أكذب كذا مو كذب. أنت تدري أنا بقول ولحنت لمحمد عبده 3 أغاني قل بس لا تقول إيه ولا لا. هذه ما تصير كذا. ماشي يلا. وكما أيضا لحنت للفنان محمد عبده عدد من الألحان التي ضربت اللحن الذي غناه الذي كان بعنوان الأماكن. عدد من الألحان الجميلة منها العيون السود للفنانة وردة الجزائرية كان لحن كويس. والفنان عبد الحليم حافظ دمعة حزن لا كانت أيضا من ألحانك. ليش طيب يعني الشهرة ما جت بسرعة؟ هل يعني جمع الفلوس المادة كان الأساس في دخولك إلى المجال الفني؟ قلنا لك في 30 سنة هذه إنك لا تحرك يدك يا أخي خربت الراكور. يلا ما أدري أخوي حمود لو سألنا خلاص وهل أنت من خلال وهل أخي
محمود صالح سافرت إلى عدد من الدول الأوروبية كسويسرا سولوفونيا. خلاص يا وليد يا وليد، غيرت الراكور حق تو يا شيخ. خلاص 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 يا وليد، غيرت الراكور. شيله مرة واحدة. انا ضبطك الحين. لا لا خلاص كفي كفي انا بصلح. بصلح خلاص. انا عارف انا خلاص. والله بضبطها والله بطريقه. بس كنت معنا ببرنامج اوف سايد للتلفزيون، يعطيك العافية. هو زي